عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم طريقة عمل القشطوطة. هنحط كوباية من السكر وثلاث بيضات بحرارة الغرفة، وعندنا ورقتين من الفانيليا، وعندنا رشة من الملح، ومعلقة من الخل. وهنبتدي نضربهم كويس في الخلاط أو الكبة المتاحة عندك. هضربهم كده ضرب كويس جدا. بعد كده هنزل بنص كوباية من الزيت وتلات ارباع كوباية من اللبن، وابتدي اضرب ضرب تاني كويس جدا مدة 5 دقايق 6 دقايق. كل المكونات دي طبعا انا محضراها كده في الخلاط. هنزل بكوبايتين من الدقيق. كوبايتين الدقيق هنخلهم يتنخلوا كويس. بعد كده هجيب ورقة من البيكنج باودر، وهقلبها كل المكونات الجافة هقلبها مع بعض تقليب كويس جدا. والمكونات التانية السايلة حطها طبعا في الخلاط، هبتدي انزل بيها واقلبها بالمضرب اليدوي بتاعنا لحد كل ما يدوب في بعضه الدقيق، يدوب مع المكونات السائلة بتاعتنا. تقليبة كده كويسة. دي طريقة مختلفة للقشطوطة. نقعد نقلب لحد الدقيق ما يختفي خالص معانا. كنت دهن صينية بره سمنة، وحط عليها شوية من الدقيق مبدراها بالدقيق، وهنزل بالخليط ده كله في الصينية بتاعتنا مقاس 24. طبعا عشان اطلع الهواء عندي خلة كبيرة، هبتدي ان انا اعمل كده حركات دائرية لحد ما اطلع الهواء بتاعنا. والفرن طبعا انا مسخنة الفرن دلوقتي، وهي دلوقتي في الفرن. هبتدي اجهز بقى الكريم شانتيه. كوباية لبن متلج او مية متلجة، بس انا افضل اللبن يعني عشان بيخلي الطعم احلى. وهنزل بكيس كريم شانتيه. لو عندك اللي هو الخام عادي، لو عندك اللي هو الأكياس اللي هي في الماركت. انا حطيت من اللي هو الأكياس الكريم شانتيه اللي هي من الماركت العادي. دي بيبقى فيها سكر، مش محتاجة انك تحطي سكر. هضربها ضرب كويس جدا بالمضرب الكهربائي لمدة كده 10 دقايق ربع ساعة لحد ايه ما القوام بتاعها يبقى سميك في ايدينا في المضرب كده زي ما انتم شايفين. هبتدي كده ايه اضرب ضرب جامد. وده كله بعد ما يتضرب بحطه في التلاجة لمدة نص ساعة عشان يجمد اكتر، عشان لما اجي احطه على الكيكة بتاعتنا تبقى ايه ماسكة نفسها. عندي نص كوباية من اللبن الحليب هنزل بيه على الكيكة بتاعتنا اللي انا طلعتها من الفرن بعد ما هديت شوية من السخونية بتاعتها. هسقي كده. بعد كده هي كده بردت، هبتدي انزل بالكريمة اللي انا كنت حطاها في التلاجة. هبتدي اوزع بقى توزيع كويس لحد ما يختفي الكيكة معانا خالص. كان عندي منجيتين مقطعاهم قطع كده مربعات صغيرة ومجهزاها طبعا على جنب. دلوقتي دي الكريمة، انا بوزع الكريمة بتاعتنا على الكيكة. دي طريقة مختلفة وجربوها هتعجبكم ان شاء الله. دلوقتي هنحط المانجا اللي احنا مقطعينها القطع الصغيرة. وكل الكلام ده بعد ما اخلص توزيع المانجا هبتدي احطها في التلاجة تسقع عشان الكريمة تمسك هي والمانجا في الكيكة بتاعتنا. ببتدي اوزع كده زي ما انتم شايفين. املوها بقى مانجا عشان احنا في موسم المانجا دلوقتي، والمانجا ده اوانها تعملي كنافة مانجا، تعملي كيكة بالمانجا. ده اوان المانجا بتاعتنا وان انت يعني تعملي وصفات كتيرة بالمانجا الموجودة دلوقتي.
ده الشكل النهائي بعد ما احنا وزعناها. حطيناها في التلاجة لمدة ساعة لحد ما مسكت الكريمة. وابتدي ان انا اقطع فيها قطع كده مربعات. عايزة تقطعي مثلثات قطعي. هتبتدي تقطعي كده قطع مربعة وتطلعي بقى ايه القطعة الجميلة بتاعتنا دي، القشطوطة الحلوة بتاعتنا. وهبتدي ان انا اطلع قطعة قطعة في الطبق. دي طريقة جديدة يا جماعة، ولو حابين ان انتوا تجربوا جربوا بالطريقة دي. هبتدي اطلع بقى القشطوطة بتاعتنا الجميلة، القطعة الجميلة بتاعتنا دي، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة أكلة حلوة.